السلام عليكم، شلونكم عيني؟ اليوم فيديو جديد. اليوم الاثنين 3 شهر 2. جولة بحديقتي، جولة صباحية. يا رب ان شاء الله تستمتعون بهاي المناظر وتستفادون من هاي المعلومات اللي اقدمها لكم. معلومات بسيطة. يلا وياي. بس اللي اتمنى منكم شاركوا هذا المقطع حتى تعم الفائدة لكم. اخوكم ابو مشتاق قلب العزاء. طبعا الورود الموسمية الربيعية بلشت تزهر. هاي زهرة البتونية هسه تلقوها متوفرة بالمشاتل، كلش حلوة يعني. أنا أعشق هاي النبتة. بيها ألوان. إن شاء الله تفتح بالأيام الجاية وأراويكم شنو من ألوان روعة. بيها الأحمر والمشجر مشطب، وهاي الألوان الأبيض وهذا اللون اللي خليته بلون السندانة. المهم هاي تلقوها بالمشاتل. الشتلة ب500 دينار. طبعا تنفع اللي عنده حديقة يزرعها بسنادين أو بالقاع، واللي ما عنده حديقة نقول يا رب إن شاء الله سبحانه وتعالى يرزقه أجمل حديقة. وهسه بما أنه ما عنده حديقة خلي يزرع بسنادين، هيك تعليق أو أكو سنادين لطش بالحائط. المهم وخليها بالباب وين ما كان. المهم هاي النبتة تحتاج شمس. اكو شمس اكو تزهير، ماكو شمس تلقوها خضار وتزهير جدا قليل. الاليسيوم هاي هم العشق مالي، وشوفوا النحل دا يسرح عليها. وهاي اللاتيني ابو خنجر. هاي هسه تلقوهن شتلات. الشتلة ب500 دينار. ازرعوها، روحوا المشاتل تونسوا استمتعوا بهاي الاجواء الحلوة. مكان ما واحد يروح سفرة مسافات خليه يروح المشاتل، خليه يشتري هاي النبتات، ياخذ ويا الاطفال عطلة، مو عطلة ربيعية. روحوا تونسوا اشتروا، نفعوهم للمشاتل. يخرجون لفلوسكم كافي نايمين عليهن. المهم هاي قبل اسبوع او اكثر حاولت اجذر اللاتيني ابو خنجر. نقول بسم الله، بلكي الله سبحانه وتعالى كون مجذرة، والله ما ادري. يا الله خجلتني والله بعدها. ان شاء الله تجذر، انا متاكد من كلامي ما اورطكم. بس هي مع هذا يعني نقطعها ونزرعها مباشر تنجح، انا قلت لكم. او نخليها بالمي كم يوم تجذر، حتى لو ما تجذر الزهر عايشه بالمي. دا شوفوها كلش حلوه. طبعا سويت تجربه ثانيه على الختمه. هاي هنا خال شكلين، الختمه واللاتيني. نشوف الختمه بس لا انختمت. لا والله زينه زينه زينه، عايشه ويمكن مجذره. والله يمكن مجذره، هذا يمكن جذر. والله عايشه. هاي هم اول تجربه الي، ان شاء الله ينجحن. يلا ايش خسرانين؟ صارن نعمل، ما صارن فدوه. خلينا نطلع برا اراويكم الختمه ايش قد حلوه مزهره برا. يلا وياي. شوف عيوني ما شاء الله. هاي الختمه بلشت تزهر. هذا اللون الاحمر طوخ، وهذا اللون الوردي الشرابي. طبعا بيها بعد لون ابيض ولون، يعني بيها كذا لون حلوه. هاي من العم ما ماتت. شوفوا هاي الاغصاماتها حايله يعني. قدرت احافظ عليها وهسه ردت نشطت والحمد لله. وهاي كلها ان شاء الله هاي جنابد مال ورد، ان شاء الله ينملي هذا المكان ورد. وهاي القسم هاي زرعتهم بذور، هم ان شاء الله يكبرن ويزهرن. هذين حلوه. هسه تقدرون يعني تدبرون بذور وتزرعوها، واذا لقيتوا اغصان تقصون وتخلون بالمي وتجذر ان شاء الله.